شوف هذا المقطع. كرديات؟ ايوه يا حسين، اكراد اسرى من اللي صدام بيقبض عليهم جريمه الانفال اللي بينيلها. جم في الكباري بتاعي ازاي يا حسين؟ انا ماليش دعوه، انا ولا قابلتهم ولا اتكلمت معاهم. هعرف منين انهم اكراد؟ ثم انا عبد المأمور في الحكايه دي. ومين اللي امرك؟ يا ابني مش احسن ما يموتوا زي اللي قاعدين بيموتوا هناك كلهم؟ انت بتقراش اخبار ولا ايه؟ انت طايح فيهم زي المجنون بقاله شهرين دلوقتي. لا، احسن يموتوا، على الاقل هيموتوا شهداء، اشرف لهم من انهم يجوا يشتغلوا غصب في كباريهات شارع الهرم. المقطع هذا يا صديقي من مسلسل نيران صديقة اللي أنتج في مصر عام 2013 من بطولة منة شلبي. يتكلم عن جريمة إنسانية تعرضا لها الكرديات لما قام النظام السابق باعتقال مجموعة من النسوة وإرسالهن إلى الملاهي في جمهورية مصر العربية. الجريمة للأسف هي مغيبة تماما وما حد سامع بيها، لكن القصة متداولة جدا في كردستان العراق. وتعالوا خلينا نقرأ هذا الكتاب السري إلى استخبارات محافظة التأميم كركوك. الكتاب مثل ما جاي تشوفوه سري وعلى الفور، أرخ في تاريخ 10/12/1989، صادر من مديرية مخابرات محافظة التأميم اللي هي كركوك، معنون إلى مديرية المخابرات العامة. الموضوع إجراءات. شو يقول الكتاب؟ يقول بعد الإعاز المباشر من لدن القيادة السياسية، تمام، يعني النظام، قيامنا بعمليات الأنفال الأولى والثانية، والتي تم فيها حجز مجاميع مختلفة من الأشخاص، ومن تلك المجاميع مجموعة من الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 14 إلى 29 سنة. وقد قمنا اللي هي مديرية مخابرات محافظة كركوك، وقد قمنا وحسب أوامركم، أوامر مديرية المخابرات العامة، وقد قمنا وحسب أوامركم بإرسال مجموعة من تلك الفتيات إلى ملاهي والنوادي الليلية لجمهورية مصر العربية، تمام، وحسب طلبهم، طلب القيادة السياسية، وإليكم طيا قائمة بأسماء تلك الفتيات مع عمر كل واحدة منهن للتفضل بالاطلاع مع التقدير، تمام. بس ركزوا لي على أول اسم اللي هو قلاويج عادل رحيم اللي عمرها 12 سنة. تخيل بنتك عمرها 12 سنة يخطفوها من عندك أو يعتقلوها ويدزوها لملاهي الرقص في مصر. الفكرة يا صديقي من الفيديو هو إنه أنا وياك لازم نتعاون حتى نختار نظام يحفظ كرامتنا، فلا نجمل القبيح ونقبح الجميل. وسلامتكم.